كشفت بعض التقارير الصحفية في الساعات الماضية عن تطورات جديدة بشأن مستقبل لويس دياز لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في فترة الانتقال الصيفية. لويس دياز ارتبط بالرحيل إلى برشلونة في ظل تعثر صفقة نيكو ويليامز، بالإضافة لدخول نادي بايرن ميونخ الصراع على الصفقة لضمه قبل بداية الموسم الجديد. ولا يمانع فريق ليفربول بيع لويس دياز في ميركاتو الصيف، خاصة في ظل عدم اعتراض المدرب الهولندي آرني سلوت على رحيل اللاعب الكولومبي. وفقا لما ذكرته صحيفة بيلد الألمانية، النادي بايرن ميونخ كثف من تحركاته خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل التعاقد مع المهاجم الكولومبي لويس دياز نجم ليفربول تحضيرا للموسم الجديد. وبحسب التقرير، أبدى دياز استعداده للانضمام إلى بطل الدوري الألماني رغم عدم وجود مفاوضات رسمية حتى الآن بين النادي البافاري وليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز. وذكرت الصحيفة أن مسؤولي بايرن أجروا اتصالات أولية مع ليفربول خلال الأيام الماضية في إطار سعي النادي لتعويض رحيل الجناح الألماني لرويساني إلى جلطة سراي، في وقت لا يزال فيه مستقبل كينجسلي كومان غامضا، بينما يدخل سيرج غنابري عامه الأخير في عقده. وبات دياز أبرز المرشحين لتدعيم الجناح الأيسر، خاصة بعد فشل التعاقد مع نيكو ويليامز الذي جدد عقده مع أتلتيك بلباو، وتأكيد لويس إنريكي بقاء برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان. القيمة السوقية لدياز باء 70 مليون يورو، ويتوقع أن يطلب ليفربول عرضا ضخما للموافقة على بيع اللاعب الذي قدم موسما مميزا بتسجيله 13 هدفا وصناعة 7 آخرين خلال 36 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.